ونحن نرجو من ربنا فضل طلب العلم، وأن يرزقنا أجر الحاج الذي تم حجه وأجر المجاهد في سبيله، وأن يزيدنا من فضله أضعاف أضعاف. أيها الفضلاء، في هذا المجلس بعد العصر من يوم الثلاثاء نجتمع على قراءة كتاب صحيح الترغيب والترهيب، نستمع الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نتعلمها ونفهمها ونعرف أحكامها ونعزم على أن نعمل بها. نشرف أنفسنا بسماع كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام عليه كلما ذكرناه صلى الله عليه وسلم. ونحن نقرأ في الترغيب في العلم، ولا شك أن الأمة بحاجة عظيمة إلى تذكيرها بشأن العلم، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة العلم، ولو أن الأمة اشتغلت بالعلم وأقبلت على العلم لزاد الخير فيها واندحر الشر وقل الضرر. ولو أن طلاب العلم اشتغلوا بما ينفعهم من العلم وتركوا اشتغالهم ببعضهم لحصلوا خيرا كثيرا ولاندفع عنهم كثير من الشر. ينبغي على المسلم أن يعلم أن المشروع له أن يتعلم، وأن الله كره له قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فلا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بالكلام الذي لا يظهر نفعه، بالقيل، بأن يتكلم الإنسان بغير إسناد، أو بالقال بأن يتكلم بإسناد، وأن لا نشغل أنفسنا، لا ينبغي لنا أن نشغل أنفسنا بكثرة الأسئلة عما لا يظهر نفعه. فالأمة بحاجة إلى تذكيرها بشرف العلم وفضل العلم وما أعده الله عز وجل لمن سلك هذا الطريق من فضل وأجر عظيم. ولو أن طالب العلم بدلا من أن يفتش في الكتب عن أغلاط العلماء الذين كثر خيرهم وقل خطأهم وعرفوا بالسنة وبالجهاد في بيان التوحيد وصحيح العقيدة والدعوة إلى الاستقامة على صراط الله المستقيم، لو أنه بدل أن يشغل نفسه بإخراج أخطاء لا يعرفها الناس فيبثها بين الناس ويبلبل على الناس ما هم فيه ويشكك في العلماء، لو أنه بدلا من هذا اشتغل بزيادة العلم وتحصيل العلم لحصل خيرا كثيرا وعلما عظيما ينتفع به وينفع به إن شاء الله. فوصيتي لأمة محمد صلى الله عليه وسلم عامة ولطلاب العلم خاصة أن يشتغلوا بطلب العلم وأن يحرصوا على ما ينفعهم، وأن لا يصرفهم الشيطان عن صراط الله المستقيم إلى أمور في ذات الشمال أو ذات اليمين لا تنفعهم بشيء، وإنما تضرهم وتضر من وراءهم.